200 جنيه بس. تعال اقول لك ازاي تبسط نفسك في اسوان. والاحلى انك هتاكل وتشرب وتحلي وتتبسط وكل ده في مكان واحد بس. ودول 3 شباب ب3 مشاريع تستحق الدعم. صاحبي انت هتيجي تصور عندنا لو لا تصور عندنا يا شباب اهدوا، انتوا كلكم مكان واحد. ودول 3 شباب اسوانيه مكافحين، كل واحد فيهم لف كتير وجرب وتعب وخد ضربات كتير في الشغل، لكن ما استسلموش. احنا ربنا في الاول ما وفقناش في الخطوه اللي اخذناها، بعد كده الحمد لله ربنا اكرم وبقى في مكان ثابت لديشا برجر. وقرروا كلهم يجمعوا احلامهم كلها في كرفان واحد بس. اوكراينو بيقدم منتج جديد في سوق اسوان، وعايزك يا صاحبي تقول رايك بما يرضي الله. وكل واحد فيهم بفكر مختلف، ودي من الفيديوهات اللي بحب اعملها بجد. لما الاقي ناس في سن بتجتهد وتحاول. بعد رحله كفاح ودروبات قررنا نعمل لزلبيانو مكان ثابت. وعندك هنا ديشا برجر، تخصص برجر بيف وفراخ معمولين بكل حب، وكل واحد فيهم له طعم مختلف. اتحداك لو كزحت من الشوكولاته. وكل الحلويات عندك هنا. عند علي زلبيانو احلى وافل واحلى سندوتشات واحلى زلابيا هتكون متوصيه بالصوصات، واضافه الكريمه في السندوتشات والوافل هتخليك تكمل للاخر بدون ما تجزع. دوق وقول رايك للناس بصراحه. وكمان اوكرانيو بقى، ده لو بتحب الحاجات المختلفه والترندي. وانا جربت اغلب المنيو بصراحه، البرجر كان حلو جدا، وكمان الكريب والبطاطس كانوا جامدين. اما الاندومي انا شخصيا ما كانش المفضل بالنسبه لي، بس اكيد في ناس كتير هتعجبها الفكره دي. وجربت كمان الزلابيا والوافل والسندوتش الحلو، والناس هنا بتهتم جدا بالصوصات والتفاصيل الصغيره اللي بتفرق في الطعم. ولو محتاج حاجه ساقعه فعندهم احلى ايس كوفي ممكن تشربه ويظبط يومك. اما الاختراع اللي عجبني بجد الكب ده اللي بتشرب وتاكل منه في نفس الوقت. اغلب الحاجات دي كلها ما بتعديش ال 200 جنيه. وهتنبسط يعني هتنبسط شتات. وبعد ما تخلص اكلك ممكن تتمشى في ميدان المحطه وتركب عجله او سكوتر وتكمل يومك للاخر. واكتب له في الكومنتات ايه اول حاجه هتجربها عندهم، وبس كده.